الغرزة الرابعة واحد عمود بلفة. الغرزة الخامسة هنشتغل فيها 2 عمود بلفة، 1 2، وهنشتغل الصف كله بنفس النمط كده لحد ما اوصل للطرف من هنا، وهنيجي عند اخر غرزتين في الطرف من هنا نشتغل 2 عمود بلفة 2 عمود بلفة زي ما اشتغلنا عند الطرف من هنا. وصلت لاخر غرزتين في الصف دون، هبدأ ان انا اشتغل في كل غرزة فيهم 2 عمود بلفة، 1 2، ودي الغرزة الاخيرة هنشتغل فيها غرزتين، 1 2. لو تلاحظوا هنا معايا اهو بدأ ياخد شكل التقوس بتاع الهلال. هنبدأ نطلع بيه 2 غرزة سلسلة ونلف الشغل بتاعنا ونشتغل في الغرزة الاولانية 2 عمود بلفة، والغرزة التانية هنشتغل فيها 2 عمود بلفة، والغرزة التالتة هنشتغل فيها 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها 1 عمود بلفة. احنا بنشتغل 5 غرز فيهم 1 عمود بلفة، كده اشتغلنا 2. الغرزة التالتة هناخد فيها 1 عمود بلفة، والغرزة الرابعة 1 عمود بلفة، والغرزة الخامسة 1 عمود بلفة، والغرزة السادسة معانا هنشتغل فيها 2 عمود بلفة، 1 2. وهنشتغل الصف كله بنفس الطريقة. الغرزة الاولانية بناخد 6 غرز فيهم 1 عمود بلفة، الغرزة الاولانية 1 عمود بلفة، والتانية 1 عمود بلفة، والتالتة 1 عمود بلفة، والرابعة 1 عمود بلفة، والخامسة 1 عمود بلفة، والسادسة 1 عمود بلفة. وبنيجي عند الغرزة السابعة وبناخد فيها 2 عمود بلفة، وبنشتغل بنفس الطريقة لحد ما اجي عند اخر غرزتين هنا عندي، وهشتغل 2 عمود بلفة، والغرزة الاخيرة 2 عمود بلفة زي ما اشتغلت عند الطرف هنا 2 عمود بلفة و2 عمود بلفة. زي ما انتوا واخدين بالكم معايا التزايد اللي على الطرف هو اللي بيديني التقوس بتاع الهلال. لما وصلت هنا عند اخر غرزتين طبعا هنشتغل فيهم 2 عمود بلفة، ادي 1 2، والغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، 1 2. هنبدأ نطلع ب2 غرزة سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا. بناخد في الغرزة الاولانية 2 عمود بلفة، وبعدين هنشتغل 5 عمود بلفة. الغرزة الاولانية 1 عمود بلفة. طبعا هنا لو تلاحظوا احنا اشتغلنا على الطرف من هنا 2 بس، مش اشتغلناش 2 والغرزة اللي بعدها 2، لا اشتغلنا 2 بس، وبدأنا ان احنا نشتغل تناقص في باقي الغرز عادي جدا. ادي الغرزة الاولانية هنا اشتغلناها. طبعا احنا هنا الصف اللي قبل منها كنا بنشتغل 5 1 عمود 5 في 5 غرز، بنشتغل في ال5 غرز كل غرزة فيهم 1 عمود بلفة. طبعا هنا لما نطلع بالصف هنا هنشتغل في 6 غرز كل غرزة فيهم 1 عمود بلفة. يعني الغرزة الاولانية هنا 1 عمود بلفة، الثانية 1 عمود بلفة، الثالثة 1 عمود بلفة، الرابعة 1 عمود بلفة، الخامسة 1 عمود بلفة، السادسة 1 عمود بلفة، الغرزة السابعة 2 عمود بلفة زي ما هنشوف هنا دلوقتي كده. احنا هنا اشتغلنا في الغرزة الاولانية 2 غرزة عمود بلفة، وبعدين اشتغلنا 1 عمود بلفة 1 عمود بلفة بغرزتين. الغرزة الثالثة 1 عمود بلفة، الغرزة الرابعة 1 عمود بلفة، الغرزة الخامسة 1 عمود بلفة، الغرزة السادسة 1 عمود بلفة، الغرزة السابعة 2 عمود بلفة، 1. في نفس الغرزة ناخد غرزة كمان 2 لحد ما هنكمل الصف كله بنفس الطريقة. هنشتغل 6 غرز في كل غرزة فيهم 1 عمود بلفة، ونيجي عند الغرزة السابعة نشتغل 2 عمود بلفة، ونشتغل بنفس الطريقة دي لحد ما اجي عند الطرف التاني من هنا، وهنشتغل عند الطرف التاني من هنا غرزة واحدة بس اللي هناخد فيها 2 عمود بلفة من عند الطرف، وباقي الغرز هنشتغل عادي جدا. الغرزة اللي هنا اشتغلنا فيها 1 عمود بلفة، هنيجي في الغرزة اللي بعديها ونشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. طبعا هنا انت هتعملي
هلال جزء تاني منه بنفس الطريقة هنا زي ما انا عاملة كده بالشكل ده. وهتبتدي ان انتي تحطي الجزئين على بعض كده، هتبتدي تحطي الهلالين على بعض بالشكل ده، وتبتدي ان انتي تثبتيهم في بعض، نثبتهم مع بعض ونحشيه بالفايبر بتاعنا. وبعد ما نحشيه هنبدأ اننا نطرز العيون عليه. طبعا هنبدأ اننا نثبت الجزئين مع بعض. غرزة الحشو هعملها لكم باللون الابيض. هندخل في الغرزة الاولانية هنا مع الغرزة الاولانية في الخيط القطيفة، ونبدأ اننا نجيب الخيط بتاعنا اهو، الطرف بتاع الخيط بتاعنا، ونسحب بالابره الخيط، نطلع من الغرزتين، نطلع بواحد غرزه سلسله، ونبدا نمسك الطرف ده طبعا بنداريه معانا واحنا شغالين، ندخل في الغرزه الثانيه معانا مع الغرزه الثانيه من الخيط القطيفه، ونبدا اننا نشتغل غرز حشو. ده بيكون بشكل غرزه الحشو العاديه. بندخل في الغرزه من هنا مع الغرزه من الخيط القطيفه، ونبدا اننا نسحب الخيط ونسحب من الغرزتين بالشكل ده. ندخل في غرزة الحشو والغرزة اللي قصادها، وناخد الخيط نسحبه نطلع بيه في غرزتين على الابرة، بنطلع من الغرزتين، وهكذا بتشتغلي بنفس الطريقة لحد ما بتشتغلي الكنار كله، بتلفيه بتاع القمر بتاعك. بس طبعا انت مش بتلفي الكنار كله، طبعا بتسيبي فيه فراغ، لان احنا هنبدأ نحشي الهلال بتاعنا قبل ما نقفله كله لازم نحشيه. بنثبت الجزئين مع بعض بغرزة حشو بالشكل ده. بندخل في الغرزة بتاعتنا مع الغرزة اللي قدامها القطيفة، ونبدأ ان ناخد الخيط نسحبه نطلع بيه من غرزتين في اتنين على الابرة، نطلع من الاتنين، ندخل في الغرزة اللي بعدها مع الغرزة القطيفة اللي بعدها، نسحب الخيط نطلع بيه من الغرزتين بالشكل ده. وطبعا بنشتغل الطروف كلها بنفس غرزة الحشو لحد ما بنثبت الجزئين مع بعض. بنبدأ اننا نثبت الجزئين على بعض، بنحط الطرفين على بعض، وبندخل في كل غرزة مع الغرزة اللي وراها، ونبدأ اننا ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه في غرزتين على الابرة، بطلع من الغرزتين بالشكل ده. ندخل في الغرزة اللي بعديها مع الغرزة اللي في وشها هنا، ونبدأ اننا ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه بالشكل ده. بنشتغل الطروف كلها غرز حشو، بنثبتها ببعضها بغرز الحشو، وهيبقى القمر جزء من هنا بخيط الصوف القطن وجزء من هنا بخيط القطيفة، وهنبدأ اننا نطرز العيون عليه من هنا، وتمشي على الطروف بيها كلها لحد ما نثبت الاجزاء كلها. بس طبعا اول ما توصلي لجزء توصلي له، يعني مثلا اشتغلي شويه كده لحد ما توصلي لربع الهلال من هنا، ووقفي وابداي ان انت تحشي بالفايبر. بلاش تشتغليه كله، لانك لو وقفتي مش هتعرفي تحشي فايبر طبعا، فهتشتغلي جزء وتبداي ان انت تحشي عشان الحشو يكون سهل عليكي. وصلت للجزء ده من الهلال اهو بالشكل ده، قفلت الجزء ده، قفلت جزء صغير اهو بالشكل ده، وهبدا ان انا اجيب الفايبر بتاعي وابدا ان انا احشي الهلال بالشكل ده كده. لازم تقفلي الزوايا كلها بالفايبر. الهلال ده هيكون حلو للاطفال الصغيرين طبعا، اللي هم اقل من 5 سنين، اللي انت بتخاف عليهم طبعا ان هم يمسكوا اي العاب بلاستيك، بحيث ان هي بتبقى بالنسبه لهم بتبقى غلط عشان ما يبلعوش اي حاجه بلاستيك. قطن اللي زي كده بالنسبه للاطفال الصغيرين بتكون جميله جدا، وفي نفس الوقت رمضانيه، وبننبسط بيها مع اطفالنا الصغيرين. بتبداي ان انت تحشيه بالشكل دون. طبعا لو في جزء عندك حاسه ان هو فاضي بالشكل ده، تبداي ان انت تدخلي الابره وتدخليها في الحتت الايه الرفيعه اللي الايد مش بتدخل لها، الابره تدخل لها بالشكل ده، وتبداي ان انت تمليها كلها بالفايبر، وبعدين كملي وقفلي، وكل جزء تقفليه وقفي وحشي فايبر لحد ما تخلصي الهلال كله. قفلت جزء كمان اهو، وصلت قبل الاخير اهو، وصلت لحد المنتصف، هبدا ان انا احشي بالفايبر بالشكل ده. طبعا لازم اخلي الفايبر يملى كل جزء جواه بالشكل ده. حشيت الجزء ده كمان من الهلال بالشكل دون، وهبدا ان انا اقفل الطرف كله بغرز الحشو. هبدا ادخل في كل غرزه مع الغرزه اللي قصادها، واخد الخيط اسحبه واطلع بيه واشتغل
غرز حشو في الطروف كلها.